احيانا كتير قوي كنت بحس ان انا لوحدي اللي بعاني، لوحدي اللي بذاكر بصعوبة، لوحدي اللي بدور على شغل كل كام شهر، لوحدي اللي مش مرتاحة في شغلي. كنت بحس اني لوحدي اللي حاسة بضغط نفسي كبير في الشغل. كنت بحس ان لوحدي اللي بحوش بصعوبة. كنت بحس اني لوحدي اللي بتحاول تحصل على بشرة زجاجية مثالية. كنت بحس ان لوحدي اللي بحاول اقرب من ربنا اكتر. احيانا كتير كنت بحس اني لوحدي اللي بلاقي صعوبة كبيرة في ان انا اصلي ال5 صلوات كل يوم. احيانا كتير قوي كنت بحس اني لوحدي اللي مش عارفة ابطل اعمل ذنوب. احيانا كتير كنت بحس اني لوحدي اللي الطموح قاتلني مخليني دايما بجري مش عارفة ارتاح. احيانا كتير كنت بحس اني لوحدي اللي مش عارفة انتظم ان انا اكل اكل صحي. احيانا كتير كنت بحس اني لوحدي اللي مش عارفة ارتب حياتي بشكل مثالي بيرفكت من غير ولا غلطة. احيانا كتير كنت بحس اني لوحدي اللي في حاجة معينة انا نفسي ابدأها بس مش عارفة ابدأها ولا عارفة اخد اول خطوة بان انا ابدأ الحاجة دي. بس بعد كده مع الوقت بكتشف او لما بتكلم مع ناس كتير او بنات كتير في سني او سنهم متقارب مني، اكتشفت ان انا مش لوحدي وان انتي مش لوحدك وان احنا كلنا مش لوحدنا. احنا كلنا بشر بنمر بنفس المشاعر، نفس التقلبات المزاجية، نفس المشاكل الحياتية، حتى لو ما كانتش نفسها بنفس التفاصيل بس هي نفسها بنفس الفكرة، نفس الإحساس، نفس المعاناة. كلنا بنجري بنحاول نحقق حاجات كتيرة قوي تخلينا نحس ان احنا احسن. كلنا بنحاول نحسن من مستوى حياتنا، من مستوى المعيشة، من شكلنا، من لبسنا، نحسن من شعرنا، نحسن من صحتنا، نحسن من روتين اليومي اللي احنا ماشيين فيه. كلنا على فكرة في نفس الدوامة بس احنا مش حاسين بده. كل واحد فاكر ان هو لوحده اللي بيعاني، لوحده اللي بيجري، لكن الحقيقة ان كلنا بنجري في بنفس الطريقة، يمكن في اتجاهات مختلفة بس بنفس الطريقة، بنفس المعاناة. كلنا حاسين بنفس اللود الكبير اللي علينا. كلنا بنحارب نفس الحاجة، نفس الظروف بشكل كبير. عزيزتي المرأة، انتي مش لوحدك. كلنا بنحاول، بس صدقيني مش لوحدك اللي بتحاولي. انا كمان بحاول وهي كمان بتحاول وزي كمان بتحاول. كلنا عايشين نحاول. الحقيقة ان احنا موجودين في الحياة دي عشان نعافر ونحاول اساسا. لا هيبقى حد بيضحك عليكي لو حد قالك ان انتي ممكن تعيشي في الحياة دي مرتاحة 24 ساعة ودايما كل يوم، لكن دي مش الحقيقة خالص. احنا ما اتولدناش عشان نعيش مرتاحين. الراحة دي في الجنة. مش الطبيعي ان انتي تحسي ان انتي مش عارفة ترتاحي. الطبيعي ان احنا كلنا بنحاول، كلنا بنعافر. الطبيعي ان انتي تبقي بتحاولي وبتحاولي تحسني من نفسك، بتحاولي تحسني من حياتك، بتحاولي تقربي من ربنا. هي دي الحياة. خلق الإنسان في كبد. احنا خلقنا أصلا في معاناة. الحياة عبارة عن معاناة. الحياة عبارة عن رحلة طويلة قوي فيها طرق وقصص كتير. هتقعي، هتتكعبلي، هتتعوري، بس انتي مجبرة ان انتي تقومي تاني وتحاولي.
كلنا لازم نقوم تاني ونحاول، عشان هي كده كده رحلة ومكملة، فاحنا لازم نمشي ونكمل فيها. احيانا كتير كان بيبقى نفسي في حاجات وكنت ببقى حموت على الحاجات دي، عايزها تتحقق بأي شكل. يعني خلاص انا عايزة الحاجة دي وهموت عليها، انا هبقى سعيدة لما اخد الحاجة دي. وكنت بفضل عافر وعافر وعافر عشان اخدها، وبعد ما باخدها بكتشف ان لا، مش دي الحاجة اللي هتخليني اسعد واحدة في الدنيا زي ما انا كنت فاكرة، ومش دي الحاجة اللي لما خدتها بقيت خلاص حياتي رايقة ومبسوطة وما عنديش ستريس. حتى لو انا كنت فاكرة ده، حتى لو انا كنت فاكرة لما اخدها انا هوصل للمرحلة دي. الحقيقة ان المتعة مش في الوصول فعلا، هي المتعة في الرحلة، في المعاناة بتاعت الرحلة، في القصة اللي انت بتكتبيها وانت بتحاولي ان انت توصلي. كل ما هنوصل لحاجة هنحس بمتعة ونشوة لمدة لحظات، ممكن نص ساعة، ممكن ساعتين، ممكن يوم يومين، بس في الأغلب مش هتطول عن كده فرحتك دي. بعدها هتسيبيها وهتبدأي تدوري على حاجة جديدة تعفري ان انتي توصل لها، وتبقي فاكرة برضو ان هي دي اللي هتحقق لك السعادة والراحة الأبدية. كل ده مش صح، كل دي كذبة كبيرة قوي احنا بنحاول نقنع نفسنا وعقلنا بيها. الحاجة الوحيدة الصح ان احنا هنفضل طول عمرنا بنحاول، هنفضل طول عمرنا بنحاول نحقق حاجات اكتر. كل ما نحقق حاجة هنبقى عايزين نوصل لحاجة اعلى منها. الحقيقة ان هي دي الحياة، بس اهم حاجة ان احنا واحنا تايهين في رحلة الحياة اللانهائية دي اللي في الحقيقة نهايتها الوحيدة هي موت، محتاجين ان احنا ما ننساش ان احنا اصلا موجودين هنا عشان نسعى لراحة أبدية موجودة ما بعد الموت، ما بعد الحياة الكذبة الكبيرة دي اللي هي الآخرة. احنا بجد كلنا ناسيين ان احنا موجودين هنا عشان نعمل لآخرتنا. كلنا انشغلنا واتسحلنا في ان احنا نعمل لدنيتنا، نشتري بيت جميل، نشتري عربية احدث موديل، احدث تليفون نازل، كل ده انشغلنا فيه، بس نسينا احنا اصلا موجودين هنا ليه. احنا موجودين هنا عشان الآخرة، عشان نعمل للآخرة. انا حرفيا بذكر نفسي قبل ما بذكركم يا جماعة، احنا محتاجين نفضي وقت في يومنا وفي حياتنا اكتر في ان احنا نسعى نعمل آخرة كويسة. الحاجة الوحيدة اللي هي فعلا مش كذبة، الحاجة الوحيدة اللي فعلا هنرتاح فيها الى ما لا نهاية هي الآخرة. بس ده في حالة واحدة بس، ان احنا لو عملنا لها صح، لو فعلا عرفنا ان احنا نتقي ربنا في دنيتنا ونرسم لنفسنا آخرة كويسة تعيشنا الراحة اللانهائية، الراحة اللا أبدية. النهاردة أنا سجلت الفيديو ده من غير ما مرتب له، من غير أي حاجة، بس هو فعلا كان كلام طالع من قلبي، كلامي يمكن كنت محتاجة حد يقوله لي أكتر من أنا كنت محتاجة أقوله لحد. دي الحقيقة، الكلام اللي أنا قلته ده النهاردة هو أكتر كلام أنا أكتر واحدة كانت محتاجة تسمعه النهاردة. حبيت أقوله يمكن عقلي وقلبي يرتاحوا لما يسمعوا مني بصوت عالي، ويمكن حد تاني يستفاد منه ويرتاح لما يسمعه برضو. شكرا ليكم، وهستناكم في فيديو جديد مع بودكاست بنوتة.